يا ترى ايه عقوبة ضرب النار في الافراح وفي التجمعات اذا كانت على سبيل المجاملة وما كانش فيه نية لايذاء شخص او قتل شخص؟ ويا ترى هتكون ايه هي العقوبة لو في شخص اتصاب او اتقتل؟ يلا بينا نعرف. السلام عليكم، انا علي بدر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وده برنامج المستشار. لو انت اول مرة بتشوف البرنامج، فالبرنامج عبارة عن معلومة قانونية جديدة بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقة جديدة. عقوبة إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح وفي الاحتفالات على سبيل المجاملة بدون نية لإيذاء شخص أو إصابته أو قتله بتكون الغرامة التي لا تزيد عن 100 جنيه. وده نص عليه الفقرة السادسة من المادة 377 من الكتاب الرابع في قانون العقوبات. لكن الفكرة مش في العقوبة دي اللي ما بتزيدش عن 100 جنيه. الفكرة لو اتمسكت وانت بتضرب نار بسلاح غير مرخص، هنا هتخضع لنص الفقرة 6 من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر وتعديلاته. ودي بتنص على العقوبة هتكون السجن المشدد أو السجن المؤبد وغرامة لا تزيد على 20,000 جنيه كعقوبة لحيازة السلاح. وطبعا هنا هتتحاكم بموجب نص المادتين وهتطبق عليك العقوبة الأشد. وخد بالك ان انت لو ما اتمسكتش بالسلاح ده واتصورت والصورة وصلت للمباحث، فهنا هترازي نفسك. برضو كنت عملت فيديو عن الموضوع ده، لو انت اتصورت بسلاح ايه اللي هيحصل معاك. هسيب لك اللينك فوق لو حبيت ان انت تراجع. وفي اطلاق الاعيرة النارية هنا، اذا توفى شخص على سبيل الخطأ بدون نية لقتله، بتكون العقوبة هنا الحبس من 6 شهور ل3 سنين او غرامة لا تزيد عن 200 جنيه، او احدى هاتين العقوبتين، اما الحبس او اما الغرامة. اما لو توفى اكتر من 3 اشخاص، فهنا عقوبة الحبس بتكون الزامية، يعني لازم تتحبس من سنة لحد 10 سنين. إذا حصل إصابة، فهنا العقوبة بتكون الحبس مدة لا تزيد على 6 شهور وغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. ولو حصل إصابة لأكثر من 3 أشخاص، فالعقوبة هنا بتكون الحبس إلزامية من سنة ل5 سنين. والجرائم دي في التكييف القانوني الصحيح ليها هي جرائم الإصابة والقتل الخطأ، طبقا لنصوص المواد 238 و 244 من قانون العقوبات. سلام.